جرت العاده ان لو السمك البلدي اتحط في اي مقارنه مع اي سمكه ثانيه سواء مزارع او مجمد يبقى بلدي هو اللي هيكسب. ورغم ان القاعده دي تبان صح في المطلق، لكن احنا في المحتوى بتاع سمكه الميرا قلنا ان ساعات السمكه المجمده بتكون احسن من البلدي. ورغم المعارضه الشديده اديني فرصه اقول لك برضو ان احيانا بيكون سمك المزارع احسن من البلدي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن البوري الطوبار او الدبار، واسمه بالانجليزي البوري نحيل الشفه. بس بمناسبه الحرب المستمره على غزه خليني اطلب منك الدعاء وافكرك بالايه اللي بتقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اسماك البوري بشكل عام لا تتكاثر في الاسر، يعني سمكه البوري اول ما تحس ان هي محبوسه بتقف عندها هرمونات التكاثر، وعشان تخليها تتكاثر في المزارع ده بيحتاج تكلفه ضخمه، فبيجيبوا زريعه سمك بوري جاهزه من البحر وبيتم استزراعها. احواض الاستزراع دي ممكن تكون ميه مالحه او ميه حلوه او ميه نيل. ايه ميه النيل دي عباره عن اقفاص موجوده في الميه الحره زي اللي موجوده في فرع رشيد وبحيره اتكو. بالتالي السمك ده جمع بين التغذيه كويسه والميه الجاريه، بالتالي جودته بتبقى عاليه. واكتر نوعين سمك بوري بيتم استزراعهم هو النوع العادي بتاع المره اللي فاتت اللي كنا اتكلمنا عنه، طبعا البوري الطوبار او الدباره اللي بنتكلم عنه النهارده. طيب ايه الفرق بينهم في الاستزراع؟ البوري العادي طبعا هو الاهم لان بيتعمل منه فسيخ وبيوصل لاحجام كبيره في الاستزراع، مشكلته بس ان هو بيميل للانتحار مع ارتفاع درجه الحراره وفي اعداد بتموت منه. لكن الطوبار ميوله الانتحاريه اقل بس مش بيوصل لاحجام كبيره. سمكه البوري الطوبار اكتر حاجه بتميزها ان عينيها بارزه وان عندها نقطه سوداء على زعنفتها الصدريه. ما تيجي نشوف كده. سمكه البوري الطوبار او الدباره اكتر حاجه بتميزها ان عينيها مكشوفه، تقدر تلمسها بايدك على طول، وكمان عندها نقطه سوداء هنا، وفي كمان خاصيه فيها ان من قدام عامله كده زي مثلث، بس دي ممكن ما تاخدش بالك منها. اهم حاجه العينين والنقطه السوداء. اللي قدامنا دول هنا كده عباره عن 3 انواع من البوري الطوبار او الدباره. ده بحر النيل وده مزارع. نشوف كده اللون بالنسبه للبحر. بص كده من فوق من هنا هتلاقي بص في الوان كتير قوي على ظهرها من فوق. دي اللي هي بوري الدبار البحر او الطوباره اهي. بص الوان ياما قوي ممكن تظهر معاك. بتاعه النيل بتبقى دايما من فوق قريبه جدا للاسود، بس دي مش طازه قوي، بس هي العادي بتاعها ان هي من فوق بتبقى قريبه جدا للاسود لحد هنا كده بيبقى لونها غامق جدا 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 قريب للسواد، ومن هنا بيبقى لونها ابيض جدا جدا. دي اللي هي بتاعت بحر النيل، تمام. ودي بتاعت المزارع هتحس ان هي لونها موحد ومطفي، يعني حتى لما بعرضها للكاميرا مش بتدي الوان زي بتاعت البحر. يعني بص بتاعت البحر هتديك الوان ياما قوي. طب تعالى بقى نبص في خياشيم كل واحده. دي بتاعت البحر، بص خياشيم عامل ازاي، خياشيم حمراء ونضيفه جدا. بتاع بحر النيل برضو نفس الكلام، خياشيم حمراء ونضيفه جدا. ودي المزارع هتلاقي يعني درجه نظافه اقل منهم. ولو انت شميت ريحتهم هتلاقي ان دي ملهاش ريحه ودي ملهاش ريحه، ودي فيها ريحه خفيفه خالص كده اكن خزيزه كده خفيفه خالص. ناخد بالنا برضو ان الفروق دي نسبيه، يعني مثلا ممكن تشتري سمكه مزارع عاديه بس لونها ما يكونش كده، او تكون خياشيمها نظيفه اصلا، يعني عادي. ما الحاجات دي ما بتكونش ثوابت، عشان كده ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده. الحاجات دي مش ثوابت. اللي انا عايز اوصل لك من القصه دي كلها ان انا بعتبر بتاع بحر النيل هي احسنهم. ليه بقى؟ لان هي بتجمع من المميزات بتاعه البحر وبين المميزات بتاعه المزارع. اولا بتاعه بحر النيل دي بتبقى في ميه متجدده، لان هي عباره عن اقفاص عند مصبات الانهار، فالاقفاص دي بتبقى ميه متجدده على طول، وفي نفس الوقت بتاخد تغذيه كويسه زي بتاعه المزارع. يبقى هي واخده خاصيه بتاعه البحر ان هي عايشه في ميه جاريه، وفي نفس الوقت واخده خاصيه بتاعه المزارع ان هي بتاكل بشكل كويس، مش راعيه وبطنها مليانه اي كلام، لا بتبقى متغذيه كويس جدا وسمكه طعمها جميل جدا. فانا بالنسبه لي اللي هي بتاع بحر النيل اللي هي بتبقى من فوق غامقه جدا ومن تحت فاتحه خالص بتبقى احسن بكتير من بتاعه البحر ومن بتاعه المزارع. وهي برده مساله اذواق، في ناس كتيره جدا بتحب سمك البحر حتى لو في سمكه البوري العاديه بتاعه المره اللي فاتت كانت منتشره في جميع انحاء العالم تقريبا، لكن البوري الطوبار موجوده شرق المحيط الاطلنطي من سواحل جنوب النرويج فوق لحد راس الاخضر تحت، بما في ذلك البحر المتوسط والبحر الاسود وبحر ازوف. سمكه البوري الطوبار شبه قوي سمكه البوري بتاعه المره اللي فاتت في حياتها، بس هي بتوصل للبلوغ عند طول 25 سم تقريبا، واقصى طول مسجل ليها هو 70 سم. كان وزنها 3 كيلو واقصى سن مسجل ليها 10 سنين. بتتحمل الى حد ما الميه الملوثه. في موسم التزاوج بيكون ليها بيض بيضاوي وما بيكونش لازق في حاجه، بيبقى مع الميه. سمكه البوري الطوبار مش بتحب الاعماق الكبيره، محدش شافها قبل كده بعد عمق 20 متر، غير ان تم تسجيل لها سلوك عدواني مع بعض الانواع الاخرى وقت موسم التزاوج، وتقريبا ده لحمايه البيض. بالنسبه للاكل سمكه الطوبار ما اقدرش اتخيلها الا وهي مشويه رده، سواء مقفوله او محشيه بطنها. طبعا وضحنا الفرق بينهم المره اللي فاتت. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.